أنا بغيت نعرف في حاجة واحدة شكون عمل المونتاج لهاد الفيديو هذا؟ دوك وهرب دوك وراح دوك ودخل دوك وهرب دوك وراح دوك ودخل دوك وهرب دوك وراح دوك ودخل دوك وهرب دوك وراح دوك. حرفيًا شي حاجة هاربة، ولكن هاد اللي كما كنقولوا لا هذه غتكون آخر مباراة واقيلا لتشافي ألونسو تحت قيادة ريال مدريد، اللي غيدرب فيها ريال مدريد اللي غتكون مع الأصلح بيب غوارديولا، اللي هو أفضل مدرب في التاريخ. المباراة اللي غتكون صعيبة، المباراة حاليا اللي كتداولها الصحافة الإسبانية ووسائل الإعلام في مدريد أنها غتكون آخر مباراة لألونسو. إذا فشل في الفوز، إذا خسر أمام السيتي غتكون آخر مباراة ليلو. السيتي كيعاني، ماشي شي فريق اللي هو كبير هذا الموسم، السيتي تا هو في مركز ثاني في البريمير ليغ، تاسع في دوري أبطال أوروبا، متذبذب، ما عندوش استقرار في النتائج، بحال مدريد. مرشح لخلافة ألونسو في حال الخسارة أو في حال إقالته من تدريب ريال مدريد. الأول هو زيزو، الثاني يورغون كلوب. نقدر نقول لك أنا زيزو بعدو 99%، لا زيزو خصو يتبع المنتخب الفرنسي بعد المونديال. يورغن كلوب يقدر يجي، أما زيزو فهذا احتمال كنشوفو أنا صعيب، لأنه خرج من مدريد وما يرجعش لمدريد، لأنه خصو يدرب المنتخب ديال ديوك، المنتخب الفرنسي، خصو يدي كأس العالم. وزيد المشكل الكبير أن نجم الفريق الأول يقدر يغيب لك عن هذه المواجهة هذه. مبابي واحد النسبة ديال 90 80% قال لك عنده الألم في الركبة في آخر مباراة ضد سيلتا فيغو، يعني يقدر يكون كاين يقدر ما يكونش كاين حسب صحيفة ليكيب الفرنسية.